جيناكم بالحسب والنسب طالبين بنتكم خيرة لولدنا دقة ولا روحت نخطب قال لي عندك السكنة. حنا هنايا يجيب لها سكنة قال اعطيني بنتك وين تديها؟ نديها كيما يحبوا بابا العزيز يا اخو. الله غالب القلب الاحمى يا اخو. في نقطه بيضاء نقطه بيضاء يا اخو. انا ربيت بنت اكثر منك يا اخو. ما نمتش اشرب قهوه وروح لداركم. اذا جاك من الباب يا اخو انا جايه من الباب ما جاش متاقه يا اخو. ما نمدلكش بنتي بلا سكنه والله ما تديها. غير هني راسك تكون معايا مهنيه تعطيها لي. ما تعطيها ليش يا اخو بنتك نديها في بوطي ونروح يا اخو من الاخر. كاش المداهنه في هذه الامور. انا نقول لكم زوج حاجات، اللي ما يخدمش واللي ماشي عنده سكنه ما تديروش بنتكم. يا أيها المسلمون، يا أيها القوم، كاش مداهنه قاع خليها عندك. هكذا قال الفقهاء. اللي ما يوكلكش بنتك وما يداويهاش وما يعالجهاش خلي بنتك عندك اخويا. لا تدي تتمرمد. وإلا ما عنده السكنه الله يعينك ان شاء الله. روح لواحد اخر. انا من اللهم امين. ما بدكش بنتي بلا سكنه فهمتني. كي تتزوج ودير البنت تفهم واش معنى بابات البنات. مفهوم؟ ما يغيظكش الحال. انت تلقوك من جيبك الدرب الاولى تلقوك لا ما قبلوا عليك. فهمتني. احنا المسلمين يا عاطفي ها كما هذاك اللي جو المطافي ولا تلقاه قاسي قاسي جدا. لا ما قبلوا عليك. لا الخيمة زينة تحت عليها والله الخيمة زينة انتوما حبوا. ديروا ابينو.